انا جيعان، وبما اني ما قد طلعت مع احد من متابعيني من زمان نقول هلا بالدشره. ايوه رجال يا جماعه عرفتوا هذا؟ حقول لكم سالفه صارت لي معاه قبل شويه، يا رجال كل اللي في المطعم يطلعون فيني. هذا اخو البنت اللي نزلته في حسابي قبل فتره. اخو البنت الصغيره كلمني وانا وهذا قاعدين نتعشى والناس قاعده تتكلم كذا مع بعض. قال خالد تعرف ليش انا اتابعك؟ اول ما سالني كل الناس تلقوا صوتهم يبغون يسمعون السالفه، اقول لي هذا قال لي عشانك صورت اختي في سنابك. طبعا هو يقصد اخته الصغيره بس ما قال اختي، والناس كلها فهمت غلط لين قال اختي الصغيره. الناس ابو لي تابعين القدم انتم عارفين اني كنت في الزواج صح؟ نفس الموقف صار لي. انا مؤمن بان ما يوقف معاك في المواقف البايخه الا اخوياك. والله اخوانك يبيعوك في دقيقه. اخواني امس كانوا معايا في الزواج وصار لي نفس الموقف. جاء واحد كذا فجاه، انت اللي ارسلت لك بنتي؟ والله العظيم واللي يشهد علي الرحمن الرحيم والله اني ما اخواني قاعدين يصوروني يطقطقوا علي وعندي المقطع. الحين بوريكم فيديو اخواني جنبي يميني يساري وجاني احد غريب يقول لي انت تكلم بنتي. شوفوا ايش ردة فعل اخواني. ايوه كانوا يقولوا هناك المشاهير قالوا ما خرجت والله ما لا تسلي هو يقصد بنته الصغيره بس ما قال لنا بنته الصغيره قدام الناس، ما قال صغيره، ما قال الكلمه هذه. عزق امي في زاويه. شوفوا وجهي كيف. ايوه كانوا يقولوا هناك المشاهير قالوا ما خرجت والله ما لا تسلي مخرج لا تسلك تحشير. شوفوا من قوة الخرشه قمت مديت يدي قال لك اني باكل لحم. ما خرجت والله ما لا تسلي عفى الله عن خطأ غدر الخناجر والضلوع الطار، بسامح واتركك تحت الظل. في ناس ما تمشي معاهم حتى هذه، لا شعر ولا موسيقى حزين. شيلات يا حسرتي يا وجودي يا كسرة